هل الشخصية النرجسية دي متعلقة بأبراج معينة ولا هي ممكن تبقى في أي شخص أيا كان برجه إيه؟ لا ملهاش علاقة بالأبراج، أكتر ما ليها علاقة بسمات شخصية وبتربية، وبإن إحنا ما اكتشفناش. لما اكتشفنا الموضوع ده ما رحناش نتعالج. طب حلو جدا. إزاي نكتشفه أصلا؟ من السلوكيات بتاعته. تبقى شخص عدواني جدا، شخص الاهتمام اللي هو عايزه زيادة عن الطبيعي أو النورمال طبيعي، شخص بيكون عنيف في ردوده، شخص بيشوف طب هنا بقى كل حاجة حق المفروض مين مكتسب. اللي يكتشف ده؟ الأم والأب طبعا. ده من البداية. أي سن أو أي حاجة مرض نفسي بيبدأ معانا بيبان قوي في فترة المراهقة، لأن دي فترة التكوين بقى. ماشي، بس نعرفه إزاي؟ يعني أغلب المراهقين بيبقوا في فترة طيش، ما بتبقيش عارفة تميزي هل ده طبيعي ولا ده زايد عن الطبيعي. ما هو لا، ما هو طبيعي، أنا بحب ابني، لكن لما ابني يبقى شايف ان اي حاجه في الدنيا حق مكتسب ليه وعنيف عليا في ردوده وبيطلب اهتمام مش طبيعي، في حاجه غلط، بيطلب حاجات بعنف، بيطلب حاجات انها حق مكتسب، شايف نفسه اعلى من الكل، شايف نفسه ان انتوا كلكم ولا تسووا حاجه، انا رقم واحد في كل حاجه، فشايف بيتعامل معاكم بتعالي، حتى بتبان في الردود على الاهل، على الام والاب، فكل ده طبيعي هتحس بيه الام والاب لان احنا اللي ربينا. فلما الاقي ابن سلوكياته كده مش عيب ابدا ان انا الجا لمعالج نفسي او اخصائي نفسي او طبيب نفسي، مش عيب. لكن في بعض الامهات تقول لك ايه، لا سيب الزمن يربيه، لا لما يكبر هيعقل. لا يا جماعه، لما بيكبر المشكله بتتضاعف. عارف بقى المضاعفات بتاعته ايه؟ انه اولا الشخص النارسيزم دائما مصاحب باكتئاب، دايما عنده اكتئاب لان هو مش راضي، مفيش حد بيرضي غروره، فعلى طول مكتئب، على طول عنده خوف انكزايتي اللي هو الخوف المرضي اللي هو من الوحده، انا خايف الناس تسيبني، فعشان كده دايما بطلب منك الاهتمام عشان انا بحس بقيمه نفسي من خلال الاخر، مش انا، يعني انا مش عارف قيمه نفسي. عارف يعني هو هل هو ما عندوش الاكتفاء الذاتي؟ لا هو بالونه، لو فرقعتها هتلاقي ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. فهو فعلا كده، هو بالونه منفوخه هوا، وللاسف احنا اللي بننفخه، يعني احنا اللي بنديله ده، فطبعا بتخرج منه بقلق زياده عن اللزوم، الانكزايتي زي ما قلنا، اكتئاب. ناس كتير جدا بتلجأ للاكتئاب لما بيعلى معاها للانتحار، بيوصل لمرحله شديده في الاكتئاب. مرحله تانية ان هو ممكن يلجأ للمخدرات والادمان عشان يخرج بره احساس الوحده وان محدش بيحبني، فبيخلق لنفسه العالم بتاعه، فاغلبيتهم بيكونوا بيتجهوا لطريق الادمان والشرب والمخدرات والكلام ده كله. كل دي مضاعفات للشخص النرجسي اللي ما اتعالجش. طب ازاي نعالجه؟ عندنا علاجين. في علاج سلوكي، ان انا بنعمل له جلسات تعديل سلوك، ان احنا اصلا بنلعب بقى في القيم وفي المبادئ من البدايه خالص اللي هي كانت بايظه من التربيه، نتيجه مثلا ان الام ما قعدتش معاه، لا كده غلط، لا ما ينفعش، لا كذا. في اوقات القسوه او تعديل السلوك مع ولادنا بيكون ضروري جدا ان انا التزم باللي انا قلته. طب سؤال، اتفضل. هل ممكن ان الشخصيه دي في يوم من الايام تعترف بخطأها؟ لا. ليه؟ لان هو نرجسيا، هو المرض كده، انا ما بغلطش. يعني هو ما فيش ابدا، مش ممكن في يوم يجي واحد يقول لا فعلا انا اكتشفت ان انا شخصيه كذا؟ لا، لان للاسف ده هو مشكلته في عدم اعترافه بمرضه. حتى عشان كده احنا كمعالجين بنعاني منه، ممكن نقعد سنين على فكره نعالجه، سواء علاج سلوكي او دوائي بديله مضادات اكتئاب ومضادات قلق، بس في النهايه للاسف بيبقى علاجهم صعب جدا. طبعا هو العلاج صعب لان هو الشخص ما بيبقاش معترف بده، فما فيهاش حاجه، الدنيا سهله وبسيطه. لو حسينا بحاجه الافضل ليك ولينا كلنا ان انت تروح تحل المشكله ايا كانت ايه هي. ودلوقتي المرض النفسي ما بقاش عيب، كلنا مرضى نفسيين، ولكن كل واحد على شاكلته. الحياه مليانه مشاكل وضغوطات كتير، وبنحتاج دايما ان احنا نراجع الدكتور او الطبيب النفساني علشان نقدر نقوم ونفوق تاني.